السلام عليكم. ناس كتير لما شافت فيديو الجبنة القريش طلبت مني ازاي نفصل القشطة بتاعتها نحولها لزبدة. هتستغربوا جدا ان الموضوع اسهل ما يمكن. هنا بقى حضرتك تقدري تجمعي اكتر من مرة او لو عايزة تعمليها اول باول، وده هيعتمد على كمية القشطة اللي هتكون بتطلع من عندك من اللبن، على حسب دسامة اللبن اللي حضرتك جايباه. ولا هنا بقى محتاجين فود بروسيسور ولا عجانة ولا اي حاجة ولا حتى مضرب كهرباء. ايدك بس كده، ايوه بس كده. هتفضلي بقى تقلبي 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 لغايه لما هتحسي ان هي اخدت الشكل المخرز ده كده. وعلى فكره الموضوع مش بياخد كتير ولا حاجه، الموضوع كله دقايق. هتستمري في التقليب لغايه لما هتحسي ان هي بدات تطلع الميه بتاعتها، وده كده معناها ان الزبده بتاعتنا خلاص فصلت. هنبتدي ان احنا نجمع بقى الزبده دي على بعضها ونسيب الشرش زي ما قلنا للبكاكيم. اهم حاجه هنا ان القشطه بتاعتي ما تكونش طالعه من الفريزر ولا حاجه، لا تكون بس ساقعه شويه صغيرين عشان يسهل فصلها، وعشان اعصاب ايدك ما توجعكيش وانتي بتقلبي. طبعا هي ماما بتحب تعملها على هيئه كور لان هي كده كده هتتسيح، بس انا طبعا لازم احط التاتش بتاعي فبحب اعملها على هيئه قوالب زي اللي احنا بنشتريها من بره. فهعملها ازاي؟ هتستغربوا جدا تعالوا شوفوا معايا هعملها ازاي. اخدت من ماما كده الزبده بتاعتي وحطيتها على ورق زبده، وهبتدي ان انا اقفل عليها من كل الجهات زي ما حضرتك شايفه معايا. ايوه بتاع المعمول دوا هبتدي بقى ان انا ادق عليها من كل النواحي، وانعمها بحيث ان هي تاخد الشكل المستطيل بقدر الامكان. وهسيبها شويه صغيرين في الفريزر تمسك نفسها، وهنشوفها مع بعض. شايفين بقى الجمال؟ اعتقد مفيش اسهل من كده ولا احلى من كده. جربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه.